السلام عليكم. فيديو النهاردة حواوشي رول بربع كيلو لحمة. هنعمل كمية الحواوشي اللي انتوا شايفينها دي بطريقة سهلة جدا وجديدة وجميلة. أنا شيرين ودي قناتي حلو وحادق مع شيرين. لو عجبك فيديو النهاردة اوعي تنسيني في اللايك والشير وسبسكرايب للقناة، ويلا بينا نشوف هنعمل الفيديو القمر ده بكل تكاته ازاي. هنحضر مقاديرنا سهلة جدا. معانا ربع كيلو من اللحمة المفرومة، معانا بصل، معانا فلفل ألوان، معانا ملح وفلفل وبهارات وكمون، وكمان ليا ضاني. طبعا الليا الضاني لو انتي مش حباها تضيفيها تقدري تستغني عنها. يلا بينا نشوف هنعمل ايه. معانا كمية من البصل، وزي ما انتم شايفين انا هستخدم حوالي ربع كيلو من البصل لاني مستخدمة ربع كيلو من اللحمة. مقدار البصل في الحواوشي هو بيبقى نفس مقدار اللحمة. هنفرم البصل كويس جدا بالشكل ده، وانا عايزة حجمه يبقى حجم صغير عشان يبقى يعني متجانس مع اللحمة المفرومة، ما يبقاش فيه قطع باينة من البصل، ويبقى كمية البصل اكتر او اكبر من اللحمة. هنفرم البصل كويس جدا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وهنبتدي نفرم كمان فلفل الالوان. احنا بنجهز بقى حاجة الحواوشي كده عشان نقلب بقى الخلطة بتاعتنا وناخد نكهة حلوة جدا. انا هنا ضفت فلفل سبايسي مع الفلفل الالوان. لو انتي مش حابة تضيفيه مفيش اي مشكلة، اللي تحبيه وتفضليه استخدميه في وصفتك. هنفرم بقى الفلفل الالوان كويس جدا معانا، وطبعا احنا عايزينه برضو قطع صغيرة، مش عايزين يبقى فيه قطع زهرة في الحواوشي. عايزين الخضار والبصل يبقوا يعني تنعيمة واحدة كده. هنفرم بقى الفلفل معانا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وهنبتدي بعد كده نكمل بقى وصفتنا مع بعض. هنجيب البولة بتاعتنا وهننزل بيها باللحمة المفرومة، وزي ما قلت لكم في اول الفيديو دول حوالي ربع كيلو من اللحمة. ومعايا البصل المفروم اللي احنا فرمناه مع بعض برضو حوالي ربع كيلو. هننزل بالبصل. شايفين البصل حجمه متقطع ازاي؟ هنا انا فرمت القطعتين اللي هي دول عشان يبقوا موجودين جوه الوصفة، يدوني طعم وما احسش بيهم. هنا بقى احنا صفينا الفلفل بتاعنا الملون والسبايسي، صفيناه كويس جدا عشان انا مش عايزة اي سوائل تبقى في الحواوشي بتاعي يبقى وش للعيش. صفينا الخضار وحطينا بقى التوابل ملح وفلفل وبهارات. لو انت دول السبع بهارات، لو انت حابة تحطي بهارات حواوشي مفيش اي مشكلة، الطعم والنكهة اللي انت عايزاها ضيفيها. هنا بقى سر الوصفة بتاعتنا النهاردة. حطيت كيس من الفيجيتار او معلقتين من بقسماط عادي جدا. ايه لازمتهم في الوصفة بتاعتنا؟ دول هيسحبوا لي اي سوائل موجودة في الحواوشي. عجناه بقى كويس جدا زي ما انتوا شايفينه، بقى متجانس مع البصل والفلفل والبهارات، بقى زي الفل زي ما انتوا شايفينه كده. يلا بينا بقى نجهز له العيش بتاعه. انا معايا كمية من العيش تبارك الرحمن زي ما انتوا شايفين. احنا بقى النهاردة هنعمله رول بطريقة سهلة جدا. هنفصل وش الرغيف عن ظهره زي ما انتوا شايفين كده. انت ممكن تستخدمي المقص، بس انا لقيت ايدي اسهل واسرع بكتير من ان انا استخدم المقص في فتح العيش. زي ما انتوا شايفين كده هنفصل العيش. طب ما احنا ممكن نحشيه كده وخلاص يعني، ونسهل الدنيا على حالنا. صدقوني الطريقة دي حلوة جدا هتعجب الولاد، هتحسسيهم ان انت عملت لهم سفرة مختلفة. هي نفس الوصفة بس بطريقة وشكل جميل، هيعجبهم وهيحفزهم على الأكل بطريقة حلوة. جبت بقى الصينية بتاعتي ودهنتها بزيت، حبة زيت كده محترمين في قاع الصينية بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هندهنها كويس جدا، وهنبتدي بقى احنا ظبطنا العيش بتاعنا وفتحناه. اولا الطريقة دي هتعمل لك كمية كبيرة جدا، يعني كمية اللحمة اللي كنت بتحطيها في الرغيف انت هتحطيها في يعني قدها مرتين. هتوفر معاكي عيش،
وفي نفس الوقت هتخلي كمية أكبر، وهي نفس كمية اللحم. فاهميني؟ إن شاء الله فاهميني. زي ما انتوا شايفين كده انا جبت العيش وفردت عليه اللحمة هتستوي وهتبقى زي الفل. وكمان العيش هتلاقيه من جوه ما شاء الله طري، ومن بره كريسبي. بجد هيعجبكم جدا، وصفة حلوة وسريعة وجديدة. زي ما انتوا شايفين كده باخد قطعة من اللحمة. طبعا الكمية دي زي ما انت حابة، بس انا حاطة صراحة الكمية مناسبة جدا، حلوة، مش ولا قليلة ولا كتيرة. بجد كان العيش مليان لحمة حرفيا. زي ما انتوا شايفين كده. هنقفل بقى العيش بتاعنا بالشكل ده، وهنرصه جنب بعضه كده في الصينية بتاعتنا. هكمل بقى الصينية وارجع لكم. خلصنا بقى ما شاء الله، اللهم بارك. كمية اللحمة شوفوا، 1/4 كيلو لحمة ما شاء الله عمل لي كل الكمية دي. اللهم بارك. البركة طبعا من عند ربنا سبحانه وتعالى. احنا بنجتهد، بس البركة دي بتاعت ربنا. مسكت بقى شوية زبدة كده على زيت، شوية زيت. بصي بقى الطعم ده بتاعك، دلعي بقى الحواوشي بتاعك زي ما انت عايزة. انا حطيت زبدة على زيت وسيحتهم، وابتديت ان انا ادهن وش الحواوشي بتاعي بالشكل ده عشان ما ينشفش مني، يبقى كريسبي ولونه ذهبي كده وجميل زي ما شفناه اول الفيديو. دهنا بقى كل الصينية بتاعتنا كده، وهندخله على فرن على 200 درجة. هنشغل من تحت بس، ولما يحمر من تحت هنقلب رغيف رغيف او رول رول على الناحية التانية عشان يحمر معايا. زي ما انتوا شايفين كده ما شاء الله. عايزة اقول لكم قطعة الزبدة اللي حطيتها على الزيت دي ودت الحواوشي في حتة تانية خالص، واللي هي بصراحة خلت الحواوشي طعمه روعة روعة روعة. جربوه على ضمانتي. يلا بينا بقى نشوفه، ندخله الفرن ونشوف هيطلع ازاي. تبارك الرحمن، ده شكله بعد ما خرج من الفرن. يعني مش قادرة اقول لكم. حمرنا بقى حبة بطاطس كده جنبه، عملنا شوية سلطة طحينة في الجون. وصفة سهلة وسريعة جميلة، الولاد حبوها جدا زي ما يكونوا أول مرة ياكلوا حواوشي. بجد الوصفة حلوة، طعمها حلو. جددنا من سفرتنا من شكلها. لو عجبتكم فيديو النهاردة اوعوا تنسوني في اللايك والشير وسبسكرايب للقناة، واستنوني في فيديو جديد ان شاء الله مع حلو وحادق مع شيرين. وانتظروني